أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية العلوم الرياضية بجامعة الوادي الجديد. أهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. نورتنا ونورت القاهرة. اهلا بحضرتك، منوره بيك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. في البداية، هي أول سنة تغيير العلوم من تربية رياضية لعلوم رياضية تقريبا من 12 اللي فات، من شهر 12 يعني 24. أول دفعة جديدة جاية، خريجين كليه علوم الرياضه. أول دفعة اللي تتخرج السنة دي. اللي هم خريجين 25 باسم العلوم الرياضية. تمام يا فندم. هي كانت زمان معهد التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية، وكانت زمان لا توجد إلا في القاهرة واسكندرية. الآن عددها قد إيه كليات العلوم الرياضية؟ تقريبا كل محافظه فيها دلوقتي كليه، يعني يعني اخر كليه يعني المفروض ان هي الاقصر، بعد كده الغردقه ان شاء الله تفتح، يبقى تقريبا كل محافظات مصر موجود فيها كله فيها كليه. كل هي الاول الوادي الجديد كانت تتبع جامعه اسيوط. كنا تابع جامعه اسيوط، كنا فرع من جامعه اسيوط وبعد كده انفصلنا بجامعه مستقله، والكليه من احد الكليات اللي بدات بيهم الجامعه، بدات بحوالي 5 كليات او 6 كليات، كانت من احدهم كليه التربيه الرياضيه في الوقت ده. طيب، العلوم الرياضيه والتربيه الرياضيه، العلوم الرياضيه اظن اشمل، مظبوط؟ تمام. طب ايه الحكمه من هل الزمن تجاوز جزئيه التربيه الرياضيه وكان يجب ان تكون العلوم الرياضيه؟ طيب ايه الداعي ان احنا نقول العلوم الرياضيه؟ بص يا فندم، هي الفكره كلها ان كان زمان زي ما حضرتك قلت، كانت بدات بمعهد تربيه رياضيه، ده معهد معلمين، وكان الهدف الاساسي من المعهد تخريج مدرسين للتربيه الرياضيه او للتربيه البدنيه في المدارس. بعد كده بداوا يعملوا شعبه من كليه التربيه للتربيه الرياضيه، وبعد كده انفصلت بالتربيه الرياضيه. فكان الغرض الاساسي فيها تخريج مدرسين. مع العلم لما تطور، ومع الانفتاح المعرفي اللي حصل من خلال الانترنت والانفتاح على العالم، بقي مسمى علوم الرياضه مش مجرد بس ان انت بتخرج مدرس تربيه رياضيه، لا، انت عندك مجموعه من العلوم الكبيره جدا والبرامج الكتيره جدا اللي من خلال كليات علوم الرياضه ممكن تخرجها او بتطرحها في مرحله البكالوريوس او الدبلومات او الماجستير او الدكتوراه. من خلالها تقدر تطلع خريجين يقدروا يتعاملوا مع سوق العمل بره، سواء في مصر او في دول العالم كلها، سواء في الشرق الاوسط او بره. انا كان على ايامي 3 اقسام: اداره، تدريب، تدريس. تمام. اظن زادت هم 3 برامج الرئيسيه زي ما حضرتك قلت، اللي هي التدريس والتدريب والاداره الرياضيه. في بعض الكليات زي مثلا كليه الهرم، هي الكليه الام، فيها بعض البرامج الثانيه في البكالوريوس، زي الترويح الرياضي، زي كبار السن. حضرتك قلت برامج مش اقسام. مش اقسام. هي الفكره كلها احنا دلوقتي زمان كنا بنتكلم على قسم تدريس، قسم تدريب، قسم اداره، لكن دلوقتي بنتكلم على برنامج الطالب بيلتحق بيه، بيطلع خريج في البرنامج ده. فاحنا بنهتم بالبرنامج. ممكن البرنامج يبقى بيني ما بين اكتر من قسم، وممكن يبقى في قسم بحد ذاته هو اللي مانح لدرجه البرنامج ده. وفي برامج دلوقتي لو حضرتك بصيت على العلم الحديث هتلاقي في برامج ليها علاقه ما بين الكليات، يعني في برامج بينيه المفروض تبقى ما بين الكليات، زي الحاجات الطب الرياضي في كليات في اوروبا، هتلاقي في جزء ليه دعوه بالطب الرياضي، في الاقتصاد الرياضي، دي هتلاقي في علاقه الاعلام الرياضي، دي كل البرامج. مصر لسه زي الامور زي ما هي، يعني في مواكبه للموضوع دلوقتي بشكل في برامج مطوره في الدراسات العليا، وبدات لجنه قطاع كليات علوم الرياضه تبدا تشتغل على الحاجات دراسات عليا، يعني تخصص ماجستير او دكتوراه او دبلومه. تمام يا فندم. انت شايف ان كليات التربيه العلوم الرياضيه كليه مجموع ولا كليه رغبه؟ والله يا فندم، احنا لو بصينا على الوضع الحالي بالنسبه للكليات كلها، هي بيتحكم فيها المجموع شويه، لكن هي في بعض الطلبه ودول اللي بيبقى عندهم درايه اكتر او قراءه اكتر، بداوا يبصوا على الكليات من حيث اللي هو هيعمله قدام، انا عايز ايه الاول. انا شايف مجاميع كبيره السنوات الماضيه داخله كليه تربيه رياضيه، رغم ان كان ليها بعض الكليات، لكن بقت الرؤية أفضل كثيرا من ذي قبل. هو طبعا الموضوع السوشيال ميديا والإنترنت
فتح مدارك الطلاب الثانويه العامه على حاجات كتيره، بدا ان هو يشوف هو عايز ايه يقدر يشتغل فيه، ايه اللي ممكن يحقق له اهدافه او طموحه. فبدات بعض الناس او بعض الطلاب يتجهوا لبعض الكليات اللي ما كانتش في الاول بيبقى عليها اقبال، عشان خاطر هم بيبقوا عرفوا انه ممكن يشتغلوا في مجالات هم بيحبوها من خلال الكليات دي. منها كليات علوم الرياضه، بدات فعلا ان في بعض الكليات بنلاقي مجاميع كبيره قدامنا. يعني احنا في اختبار القدرات الايام دي بنسال الطلبه على المجاميع في اختبار الهيئه بتاع القدرات، بنلاقي عندنا حاجه و90% حاجه و80%. فبنقول له انا شايفها. فبنقول له طب انت مقدم عندنا ليه؟ بيقول لك لا انا بحب المجال الرياضي، انا بلعب رياضه. وده حاجات من الحاجات المهمه جدا، ان الرياضه بقت فعلا لازم الطالب يمارسها، بعيدا عن ان هي بيهتم بالتحصيل المعرفي او الامتحانات بتاعته او الدراسه بتاعته، لكن لازم الرياضه تبقى من ضمن اولويات الطالب ويفهم يعني ايه رياضه. دكتور، هل ترى معي ان كرة القدم يعني اصبحت عند قطاع عريض هي المرادف للرياضة؟ يعني بالذات عندنا في مصر يعني هي الرياضه متمثله. لما تيجي تتكلم واحد يقول لك تعرف ايه عن الرياضه؟ يقول لك اعرف مثلا محمد صلاح، اعرف ابو تريكه، اعرف حازم امام، أعرف. يعني هتلاقيه بيتوجه بطريقه تفكيره للاعيبه الكوره سواء المحليين او الدوليين. لكن الرياضه هي اعم واشمل من ده بكتير. كره القدم هو جزء من الرياضه وجزء كبير من الرياضه، جزء مؤثر في الرياضه. لكن طبعا الرياضه فيها حاجات كتير بيعرفوه كمان الناس اللي هي بقى بتلاقيها بقى في الجيم وفي الانديه بيروحوا يمارسوا للرياضه للفتنس للصحه العامه. هم دول اللي اكتر ناس هتلاقيهم درايه بالاهميه الرياضيه او اهميه الرياضه. احنا شعب بعيد كتير عن الرياضة؟ لا، احنا اساس رياضه، احنا مؤسسين الرياضه في الشرق لا الاوسط. احنا كمواطنين، ما رياضة الممارسة لكن رياضة من رياضة البطولة ماشي، لكن احنا كرياضة الممارسة اظن هي ثقافات. يعني هتلاقي في بعض الشباب او الاسر عندهم ثقافة الممارسة بتاعة النشاط الرياضي واهميته. دول هتلاقيهم بيمارسوا ايا كان الفترة. يعني انا اعرف ناس بتروح الجيم، بتروح النادي، بيمارس رياضة حتى في فترة الامتحانات. ودول اللي هم اللي هتلاقيهم اكثر ثقافة بممارسة النشاط الرياضي. لكن للأسف طبعا هو في قطاع كبير من المواطنين ما بيهتموش بالرياضة أو بيهملوا الرياضة في فترات عمرية معينة. في ناس بتهمل الرياضة بسبب الدراسة، في ناس بتهمل الرياضة بسبب الشغل، ودي طبعا خطأ كبير جدا. الأبطال الرياضيين ليهم حظ أفضل متهيألي من غيرهم في كليات العلوم الرياضية. هم طبعا بيبقوا مميزين جوه الكليه، لكن الاغلبيه ممكن ما يبقوش من ممارسين النشاط الرياضي بشكل كبير او كشكل احترافي. لكن طبعا لما بيبقى عندنا في الكليه عدد كبير من الطلاب الممارسين او المحترفين زي ما يعني نحب نقولها، محترفين الرياضه، دول طبعا بيبقوا مميزين جوه الكليه. يعني اللي بيجي عشان الاختبارات عندكم في الكليات او في الكليه بيجي يختار لعبه يختبر مظبوط؟ ولا يعني مثلا احنا في تربيه في العلوم الرياضيه الهرم بيروح ناس في اللي عايز تايكوندو، في اللي عايز كونغ فو، في اللي عايز كره قدم، طب اللي ملوش لعبه لازم يختار لعبه عشان الاختبار. مع السنه دي اول سنه يتغير نظام القدرات في كليات علوم الرياضه. يعني لجنه هي موحده؟ موحده على مستوى الجمهوريه. كان زمان زي ما حضرتك بتقول بيتم اختبار على 4 مراحل. المرحله الاولى هي مرحله الجانب العام، الشكل العام اللي هي الطول والوزن مزبوط. والقوام. بعد كده بيبدأ الجانب البدني، اختبارات بدنية، رشاقة، مرونة، وهكذا. بعد كده بيبدأ يخش على الجانب المهاري اللي هو بيختار أحد الألعاب زي ما حضرتك تفضلت وقلت. بتلاقي بعض الألعاب زي القدم، الألعاب الجماعية عموما، الألعاب الفردية، رفع أثقال، جودو، تايكوندو. بعد كده بيبدأ الاختبار الشخصي أو الهيئة. ده كان في المراحل السابقة. دلوقتي اتغير الفكر ان احنا عندنا قطاعين من المتقدمين، قطاع رياضي فانت مش محتاج له انك تعمل له اختبار بدني لان هو اوريدي بيلعب رياضه، وده بيبقى جاي بورق من الاتحادات اللي هو مارس فيها اللعبه. وقطاع غير رياضي غير ممارس، وده بتمتحنه بدني فقط لانه اكيد ما هو ما عندوش السكيلز بتاعت ده الجديد. ده الجديد. يعني هو بدني اللي هي او مهاري، يعني بيخش يده وفقا اللي هل هو ممارس او لاعب ولا مش لاعب. يعني هو لو لاعب ومسجل في اتحاد
من اتحادات يختار الرياضيه اللعبه الجزء هنبدا نمتحنه مهاري فقط، او هنختبره في الاختبارات القدرات بعد الاختبار العام اختبار مهاري قبل الاختبار الشخصي، لكن مش هنمتحنه بدني لان هو اوريدي لاعب، فاكيد مستوى اللياقه البدنيه بتاعه تمام كويس. لكن لو هو مش لاعب في اي نادي فاحنا بنتوجه للجانب البدني فقط، ان احنا بنهتم ان هو يكون بدنيا قادر على ممارسه النشاط الرياضي جوه الكليه واداء المحاضرات والمهارات، واحنا علينا بقى نعلمه المهارات. كان استاذنا الدكتور عراب كليات التربيه الرياضيه في مصر، استاذنا جميعا يعني، حتى ما فيش حد حضر دراسات عليا، يعني انا كراجل برغم ان الدراسات العليا بتاعتي قانوني، لكن اخذت من استاذنا الدكتور كمال درويش، اخذت منه في، لان في حتى في، لان ما حدش فينا هيتكلم في الرياضه الا لما لازم الدكتور كمال درويش كان من فتره موجود عندكم في عاملين انتم مؤتمر تحت مسمى الرياضه كامن قومي. التعبير الرياضة كأمن قومي أنا عايز أفهمه، يعني أنا يعني إيه الرياضة كأمن قومي؟ هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن بدأت الرياضة تظهر على الساحة بشكل كبير جدا، فبدأت الناس تدرس أهمية الرياضة، فظهرت أهمية الرياضة بالنسبة للأمن القومي لأي دولة، وعلى رأسهم طبعا مصر، ودي كانت أحد المبادرات الرئاسية على فكرة اللي هي الرياضة أمن قومي. ومن هنا جات لنا احنا فكرة في كلية علوم الرياضة جامعة الوادي الجديد بعمل المؤتمر السنوي للكلية تحت عنوان الرياضة أمن قومي. طبعا شرفنا أستاذنا الكبير العراب، أستاذنا الدكتور كمال درويش، كان هو رئيس شرف المؤتمر، وكان صراحة ادى محاضرة علمية كبيرة، وزي ما حضرتك قلت ما فيش حد بيدخل لا ما حدش فينا مر على اي دراسات، يعني انا راجل بتاع قانون والدراسات والماجستير والدكتوراه قانون، لكن استفدت من استاذنا الدكتور كمال درويش. هو يعني راجل يعني ذو شأن وعلم، وصراحة أثرى المؤتمر وعمل طفرة في المؤتمر كبيرة جدا. كان طبعا برضو من ضيوف شرف المؤتمر الدكتور صبحي حسنين، الدكتور صبحي حسنين رياضة الجامعات، رياضات الجامعات ومستشار وزير التعليم العالي. أشرف فاروق لسه معاه على ما أظن، دكتور أشرف موجود معاه طبعا. وكان دكتور حسين السمري موجود طبعا. دكتور فتحي ندى نقيب العام المهني طبعا، ده بقاله سنين طويلة. دكتور فتحي وكل المجموعة دي كانت أسرت الدكتورة كوثر الموجي، مش عايز انسى حد، كلهم اسروا المؤتمر بشكل كبير جدا، زائد كل عمدة الصعيد تقريبا كانوا موجودين السابقين والحاليين في جامعة الوادي الجديد. في جامعة الوادي الجديد عملنا مؤتمر عن دور الرياضة كأمن قومي، ومن هنا بدأت الناس تفكر يعني ايه الرياضة أمن قومي، ايه دور الرياضة كالأمن القومي في أي دولة من الدول، وعلى رأسهم طبعا دولة مصر. أنا عايز أفهمها والسادة المشاهدين، يعني ايه الرياضة، يعني كيف تكون الرياضة أمن قومي، ازاي؟ بص يا فندم، احنا لو بصينا على الرياضة بشكل عام، الرياضة ليها أكثر من جانب وأكثر من هدف. لو بصينا على الصحة العامة هتلاقي إن أكثر ناس بيحافظوا على، يعني مش هنقول طبعا هي في كل الناس معرضة لإصابة بأمراض أو إصابات أو أيا كان، بس الأكثرية من الناس اللي بتحافظ على صحتها هتلاقيهم الرياضيين اللي بيمارس رياضة بشكل مستمر، على الأقل حتى رياضة المشي. لو مواظب اي فرد على رياضه المشي لفتره زمنيه يوميه، اي ممارسه الرياضه للمواطنين امن قومي، على اساس ان المواطن هو لب الامن القومي. اكيد طبعا، انه محافظه الصحه دي احد الاسباب. الرياضه والاقتصاد حضرتك شوف في دول زي البرازيل معتمده في اقتصادها، يعني احد الموارد الاقتصاديه فيها الرياضه. يعني البرازيل اللاعبين المحترفين دول قايمة على الرياضة نفسها، يعني الكاميرون ونيجيريا لما صعدوا كقوتين عظمتين في الرياضة، الدولة نفسها بدأت، يعني لما خدت الأولمبياد نيجيريا ولما كده، فهي الرياضة مصدر من مصادر الدخل إذا تم التعامل معاه بشكل صحيح. طبعا يا فندم، يعني ليه بعض الدول بتسعى بشكل كبير جدا على استضافه البطولات العالميه، سواء الاولمبياد او كاس العالم، سواء في كره القدم او الرياضات الاخرى، لانها بتعمل دخل ورواج سياحي واقتصادي رهيب، وبتدخل عمله صعبه، زائد الانتشار. يعني برضو الرياضه امن قومي. انت دلوقتي لو سالت اي واحد في العالم قلت له تعرف ايه عن مصر، هيقول لك ايه؟ محمد صلاح، هيقول لك مرموش، هيقول لك مثلا في وقت من الاوقات كان عمرو زكي مثلا، عميد. اللعيبه بتاعتنا هاني رمزي في المانيا ما زال لغايه دلوقتي. كل ده امن قومي، ان انت بتعمل نوع من انواع الرواج للدوله. ممكن واحد يقول لك طب انا عايز انزل اتفرج على مصر
بسبب ان هو مثلا احد اللعيبه اللي موجوده لابس مثلا تيشيرت عليها حاجه فرعوني مثلا، فيبدا يجذب السياحه الرياضيه. ودي احد التخصصات اللي موجوده دلوقتي في كليات علوم الرياضه في الدراسات العليا في كذا كليه، ان انت تتكلم عن السياحه الرياضيه واهميه السياحه الرياضيه. ده في اعتقد في وزاره الشباب يعني زي جزء كبير جدا على ممارسه السياحه الرياضيه. وانا حضرت مؤتمرين عن السياحه الرياضيه اتعملوا في الغردقه بالشراكه مع جامعه المانيه ووزاره الشباب. ما ينقصنا ايه يا دكتور؟ يعني ينقصنا الاهتمام بالرياضه في بعض الحاجات. يعني الرياضه المدرسيه مثلا ده امن قومي. انت ده كنا في يوم من الايام كانت المنتخبات والانديه الكبيره تاتي من كشافين. لا، ده انا كان هناك المدرسه السعيديه والمدرسه الابراهيميه والمدرسه الخديويه، دول كلهم كان بيطلع منهم المنتخبات. طيب هو انا كنت بقول لسيادتك، وطبعا بقت في مشكله كبيره بنقابلها، ان لم تعد المدارس فيها من الرفاهيه، ان فيها كنا زمان بنقول عليه الحوش. الحوش ما بقاش موجود، وحتى لما تواجدت الحوش بقى في المروح المدارس نفسها. يمكن السنه دي بدات الولاد يروحوا شويه لما خافوا اولياء الامور من الغياب. يعني السنه دي فعلا في انضباط شويه، في انضباط بعد الشيء ده حقيقي، في انضباط. في بطولة عايزين يعملوها، الكاف عايزة كاس الأمم الأفريقية للمدارس. حصل يا فندم. دي بطولة. خلي بال حضرتك، هتلاقي زمان كانوا الكشافين، وعلى فكرة وما زال في دول كتيرة في دول العالم هتلاقي الكشافين بتوع اللاعبين بيجيبوها من دوري المدارس. كان دوري المدارس كان مثلا، يعني احنا مثلا في محافظات الصعيد كان في دايما حاجة اسمها أرض الملاعب. أرض الملاعب ده مجمع المدارس الرياضي. بمعنى ايه؟ ان حضرتك بتلاقي كل الدوريات الرياضيه في المدارس. طبعا صعب في المدارس وخصوصا الحكوميه طبعا، عشان صعب زي ما حضرتك قلت انك توفر ملاعب لكل الالعاب. فكنت بتلاقي مدارس كتيره جدا متخصصه بتروح لارض الملاعب دي. ارض الملاعب دي سواء تمرين او ماتشات الدوري بتاع المدارس. وده كان بيفرز لعيبه وبيفرز ابطال بشكل كبير جدا. فزي ما حضرتك ما قلت المدارس ده فعلا ممارسه الرياضه في المدرسه امن قومي. بعد كده انت حضرتك لو بصيت دلوقتي التشوهات القوميه اللي بدات تظهر دي مشكله كبيره جدا لقله ممارسه النشاط الرياضي. انت القعده على الديسكات بشكل طويل، مسكه التليفون والموبايلات بشكل كبير عملت مجموعه من تشوهات القوام في العمود الفقري كبيره جدا. ايه اللي طلعتوا بيه يا دكتور من المؤتمر الرياضه كامن قومي؟ ايه المستخلصات او ايه النتائج؟ كنا طلعنا اكتر من توصيه باهميه ممارسه الرياضه في النشاط الرياضي في المدارس. طلعنا على الاعلام الرياضي. يعني لما اتكلمنا ده كانت نقابه المهن الرياضيه خدت احد التوصيات في المؤتمر ونشرتها تاني يوم المؤتمر ان احنا كرياضيين اكاديميين بنشجب ما يحدث في الاعلام الرياضي من تراشق، في بعض الاعلام طبعا الرياضي من تراشق ونوع من انواع الشحن الجماهيري الغير مبرر. ده بعيد جدا عن الرياضه مكسب وخساره، الرياضه روح رياضيه، الرياضه تنافس شريف. الا ترى معي ان دخول غير الاعلاميين او دخول الاخر الذي ليس له علاقه بالاعلام، سواء اعلام رياضي او اي حاجه، ويمكن الاعلام الرياضي في بؤره موضوعنا لان جمهوره المستهدف جمهور المراحل السنيه بتاعته مراحل تخوف وما دون الشباب، ده ما دون الشباب وكده. اولا هي المشكله الاساسيه ان البعض تصدى للإعلام الرياضي وليس لهم علاقة. ممكن يكون رياضي لكنه لم يكن إعلام، وفي البداية هو إعلام يليه رياضي. أصلا أنا دائما متعصب للجزئية دي، ودائما أقول هو الأصل إعلام وليس الأصل رياضي. ولكن يا حبذا لو اجتمع الموضوع، يا سلام، لو اجتمع الرياضي مع الإعلام يا سلام، ده جميل. ولكن المشكلة ان الاعلام الكلاسيكي او الاعلاميين هي في اللي هم متخرجين اصلا اذاعة ثم تلفزيون او في هذا الكيان والمبنى، بتبقى في ضوابط ذاتية عندنا. وبعدين انت النهاردة ما تقدرش واحد يبدأ، يعني انا بستغرب جدا ان انا ممكن ابقى خارج من الملعب النهاردة تاني يوم اقدم برنامج. لا، ليس الكل، وان كان هناك بعض الزملاء الرياضيين الاعلاميين بتاع ناس جميلة جدا وهايلة جدا، ولكن هو التراشق لا يأتي إلا من، يعني زي ما بقول، مش مدرب على الإعلام. صح.
واستغلال طبعا للشاشه. يعني في بعض الناس ممكن يستغل وجوده على الشاشه للاستفاده. لكن هي الفكره كلها لازم يا فندم يبقى في نوع من انواع الضوابط للاعلام الرياضي. يعني مثلا احنا كاكاديميين لازم يبقى في وضع ما بين الخبرات الاكاديميه مع الخبرات اللي بتنتج عن او الاكاديمي والخبره. ما هي في بعض الناس بتعتمد على الخبره فقط، الخبره بقى في الملعب، الخبره في الاحتكاك، الخبره في اللقاءات اللي لا يوجد اي خبره بدون دراسه، بدون علم. لازم هناك ممثلين عظام جدا جدا جدا، ولكن اضاف ليهم المعهد السينما، اضاف ليهم ايضا الاعلاميون. عندما يكون هناك اعلامي، ويعني انا دائما افضل اعلامي ويعرف عن الرياضه افضل من رياضي ولا متخصص ولا يعرف عن الاعلام. بص يا فندم، هو لازم يتحط ضوابط. يعني برضو دي كانت احد التوصيات في المؤتمر، ان يتحط ضوابط لكل من يمارس مهنه ليها علاقه بالرياضه. يعني زي ما في واحد ما ينفعش واحد، مع احترامي الشديد للخبرات اللي بيكتسبوها اللاعيبه في الملعب، لازم عشان ينزل الملعب كمدرب لازم يبدا يلتحق بدورات. وده بدات الفيفا تطبقه والكاف وكل الاتحادات الاهليه والدوليه، ان انت لازم يبقى معاك رخص بعلم معين بكميه علوم معينه تقدر من خلالها تمارس هذه الوظيفه. الخبرات العمليه في الملعب مهمه جدا. انا كلاعب مارست الرياضه او النشاط. كم من لاعب عظيم لم ينجح كمدرب، كم من لاعب لم ينجح كثير، وكم من لاعب عظيم لم ينجح كاداري على مستوى العالم. لكن ده طبيعي. لكن لما تلاقي حضرتك العلوم لما ترتبط بالخبرات، طبعا هنا بقى القمه. فلازم يتحط ضوابط ان تشتغل في الاعلام الرياضي، على الاقل تدرس حتى لو برامج خاصه ليها علاقه بالاعلام الرياضي. لان يعني انا مع احترامي الشديد لكل الناس، الاعلام الرياضي مختلف زي ما حضرتك، الاعلام الرياضي منتشر اكتر. لا، واخطر جمهور مستهدف هو جمهوره. المراحل السنيه التي يستهدفها الاعلام الرياضي مرحله سنيه خطيره جدا، مرحله سنيه انت ممكن تتلاعب وتتعامل معها. عشان كده الاعلام الرياضي، عشان كده بنقول ان الرياضه امن قومي. عشان كده بنقول دي من ضمن الاشياء اللي بتخلينا كده. بمناسبه الرياضه، القانون المعدل للقانون 71 ل 2017 كان مجلس النواب في جلسته الأخيرة كان أقر القانون، وفي انتظار توقيع السيد رئيس الجمهورية على القانون بحيث أنه هو ينشر في الجريدة الرسمية ويتم التعامل به. النهاردة القانون هو بقاله أكتر من، يعني كان الدكتور أشرف وزير الرياضة قال لك أنا منذ 7 سنوات وبنحاول القانون يخرج إلى النور. الترهات او الاشياء اللي صدرت للقانون ونشرت، ما لفت نظر حضرتك فيها؟ والله هو فكره القانون، ان القانون كان جاي عايز يعمل، يعني هو ليه اهداف ممكن نقول ان هي اهداف ساميه. ان هو عايز يبدا يزود الجانب الاقتصادي لبعض الانديه من خلال شركات وهكذا. بس ده يعني هينتج عنه بعض السلبيات. منها مثلا على وجهة نظر الشخصية ان وزارة الشباب هتبدأ تفقد سلطتها على الأندية. هتبقى السلطة هي تفقد سلطتها على الشركات، ومع الشركات النادي هيبقى متحكم في الشركة أكثر من الإدارة، وهيحصل تصادم ما بين الشركة وما بين الجمعيات العمومية. شركات الأندية والجمعيات العمومية هيحصل بينهم تصادم إن لم تحدد. هو احنا لينا كل شيء. اظن ان هي في الفتره الانتقاليه او احنا لسه هنشوف المواد الانتقاليه اللي هيتطلعها الحكومه ممثله في وزاره الرياضه. هنشوف، يعني احنا كنا سمعنا انه عايز يرجئ الانتخابات سنه، وفي بعض الكلام بيتقال ان هيبقى 3 أشهر بحيث ان الانديه تبدا تتعامل مع القانون الجديد او تبدا تجهز للانتخابات بالطريقه الجديده. يعني هي طبعا هي اذا تاجلتها 3 أشهر فقط فلازم هيصدر نص ان تعرف ان لازم الانتخابات من 1/7 حتى 30/12. فلما الا الاحكام القضائيه فممكن تبقى من ضمن الفتره الانتقاليه. انا في حاجه كنت انا مستغربها ومش لاقيها لوجيك وغير منطقيه.
الاول كان الكلام على 8 سنين باثر رجعي، وبعدين قلنا ان الاثر الرجعي هتتحفظ عليه اللجنه الاولمبيه الدوليه، ولا يوجد قانون بيطبق باثر رجعي. لا فهتبقى يوجد قانون بيطبق فوري. فوري من ساعه اصدار القانون، فهو بالتالي هيبقى 8 سنين من اصدار القانون. تمام. دلوقتي بقى 12 عشان سنة. اللجنه الاولمبيه. تخيل انت 12 سنه على المنصب. ما هي دي نقطه من النقط اللي كانت محتاجه توضيح اكتر، لان هل هي 12 نقطه على المنصب، او 12 نقطه كعضو مجلس اداره، او 12 سنه 12 سنه كعضو مجلس اداره، ولا 12 سنه على المنصب؟ لان ده ممكن، طب انا هترشح تحت السن هاخد دوراتي، بعد كده هروح مترشح فوق السن هاخد دوراتي، هترشح على مثلا امين صندوق، بعد كده ممكن هترشح نائب رئيس، بعد كده رئيس. ممكن تقعد 90 سنه هفضل برضه. لا، وممكن نبدل. يعني انا النهارده رئيس ولا نائب وانا نائب، هنعمل كده ونعمل بعد عدد سنين معينه. مظبوط. لان خلي بال حضرتك، في حاله تغيير المنصب او حاله خروجي من مجلس الاداره، هل السنين ما قبل هتتحسب لي في الدورات اللي بعديها، ولا هبدا اصفر؟ قصد حضرتك لو انا في فتره، يعني انا لو في فاصل دوره، تمام، هبدا نقطه من اول السطر. ولا هتتحسب لي السنين اللي قبلها كعضو مجلس اداره؟ حسب المنصب. يعني انت سيادتك النهارده لو كنت على نائب رئيس 3 دورات، تمام، وخرجت دوره، تطلع رئيس من اول وجديد 3. ما الرئيس دي ممكن اخدها من تاني دوره، مش محتاج افصل. لا، ده انا على طول. لكن انا بتكلم برضو، هل هي نهائيه؟ بمعنى ان انا اترشحت، خدت 3 سنين زي ما حضرتك قلت، نائب 3 دورات نائب رئيس مجلس اداره، وفصلت دوره، هل اترشح على المنصب ده بعد كده تاني وابدا من الاول؟ ما انا فصلت. بس هي دي النقطه. هي 3 دورات ما هي عايزه في حاجات كتير، عايز توضيح. مش عايزه توضيح بس. انا كمان في حاجه يا دكتور. الشركات قال لك ان الانديه تملك 51%. 51%. رجع حط جمله قلقتني جدا، قال لك ويجوز للجمعيه العموميه اذا وافقت. بس اعتقد ان هو شارطها بالموافقه تقريبا بالاغلبيه المطلقه بتلتين. اعتقد انه هيبقى صعب. صعبه يعني انا عايز اقول ايه؟ انا الجمعيه العموميه، وبعدين النهارده انا عندي جمعيه عموميه الشركه، هل هي جمعيه عموميه النادي؟ يعني كل عضو جمعيه عموميه في النادي هو عضو بالتبعيه في الشركه. الشركه هتبقى تابعه لهيئه الاستثمار يا فندم. ما هي الشركه هتطرح بورصه وهتطرح خارج المقاصه، ولها قانونها يا فندم. استثمار قانون 159 81. فانا النهارده، طب انا النهارده سلطتي ايه كوزاره رياضه على الشركه؟ ما انا قلت لحضرتك ان وزاره الرياضه هتبدا تفقد بعض السلطات على الانديه والشركات. على الشركات مش على الانديه. ما هتبقى بالتبعيه. ما الشركه هتبقى متحكمه اكتر في النادي من وزاره الشباب. ما هي هتبقى متحكمه اكتر، بس فبالتالي هتقابل مشاكل كبيره يعني. بس الشركه مش هيبقى ليها دعوه بالانشطه الاجتماعيه وبالاعضاء، هي دعوه باستثمارات. والله يا فندم، يعني انا اصلا في حاجات كتيره انا يعني مستني التوضيح عشان افهمه. محتاجه لسه القرايه والتوضيح، لان المفروض يبقى في تفسير للمواد القانونيه. احنا حتى كمان بنقول للناس يا جماعه ما فيش حاجه اسمها عرض نادي. انا بس بنوضح للناس ما فيش حاجه اسمها عرض نادي للبيع. لا يجوز. لان عرض النادي، لان النادي هناك علاقه تعاقديه بين العضو وبين النادي باستماره العضويه، لا جمعيه عموميه ولا غير الجمعيه العموميه. اللعب كله هيبقى في الشركات، او انت هنعمل في الشركات. وبعدين النهارده انا بفاجئ يا دكتور، بلاقي انديه كتير جدا الارض اللي هي واخداها الارض حق انتفاع. ارض حق انتفاع. حق انتفاع مش ملكيه. مش ملكيه، لا تملك. لان الاراضي اللي ملكيه هي اراضي الانديه الخاصه. هي ومش كلها يا فندم برضه. في بعضها انتفاع حق انتفاع 59 وفي بعضها 100 سنه. في حق انتفاع يعني انا النهارده لما ادفع مليارات، طب الانديه كانت فين ورؤساء مجلس ادارات الانديه فين؟ وما دفعوش لما كانت الامور. هو في مشاكل كتيره في موضوع حق الانتفاع في انديه كتيره، وبالذات في الاقاليم. الانديه دي مش انديه اقتصاديه، هي ده عندكم انتوا خدميه. ده لا تبحث عن ربح. وهو اصلا قبل مجالس الاداره، قبل الشركات، الانديه لا تبحث عن ربح فعلا. بس لا تبحث عن خساره. ما هي الموضوع مش موضوع خساره وربح، هي فكره ان الدوله بتحاول توفر مكان لممارسه الرياضه بشكل كبير جدا، مع قدره النادي على ان هو يعني يدير نفسه ماديا، يصرف على نفسه من خلال عضويات، من خلال انشطه، من خلال طرح مثلا استثمار، حاجه استثماريه او كده.
في بعض الانديه طبعا الغير رياضيه بشكل كبير، او اللي ما عندهاش فرق بتلعب في الدوريات اقرب للاجتماعيه، اقرب للاجتماعيه دي بتعاني. وفي انديه كتير على فكره اتسحبت منها الاراضي وقضايا اتسحبت منها الاراضي على اساس ان الارض كانت انتفاع وما دفعوش. انتهت، لا انتهى حق الانتفاع، انتهت في مده. يعني كانت محدده بمده، وانتهت المده، والمحافظات رفعت قضايا وبتحاول تسحب النادي، والجمعيه العموميه هي تبع المديريات، تبع المحافظات، تبع كل حاجه. الارض ارض المحافظه بتاعت المحافظه. كانوا عاملينها عند انشاء النادي 59 سنه مثلا، وانتهت. مع العلم ان كان في العادي كان المفترض ان مجالس الادارات ان هي تتفاوض على قلبها من حق انتفاع لملكيه وشراء. وعلى فكره ده حصل مع انديه كبيره. الانديه الكبيره بتعمل دلوقتي كده يعني حق الانتفاع بتحاول تعمله ملكيه، لان وبتعمل مليارات. لان طبعا الارض دلوقتي تبص حضرتك عشان مليارات. يعني انت لو بصيت على الانديه، لو افترضنا الانديه الكبرى، نادي الزمالك ولا النادي الاهلي، الانديه دي، النادي الاهلي مثلا فرع الجزيره ده الارض بتاعته تسوى كتير طبعا. نادي الزمالك 100 عقبه ده على المهندسين، انا شارع جامعه الدول. انا اللي انا مستغربه طوال تلك السنوات لم يدر بخلد اي حد ان هو من الممكن ان ياتي. طب ما هي الارض ما طالما حق انتفاع، من يملك المنح يملك المنع. هو الفكره لان كان الانديه بتساعد المحافظات وبتساعد الهيئات ان هي تحقق هدف الدوله في ممارسه النشاط الرياضي. ما كانش من المتوقع انها توصل لمرحله ما بين. بالعكس، ده المنتخبات كلها قايمه على الانديه دي. اكيد طبعا. وهي بتعمل. طب انا النهارده في مشكله حتى تقابل. انا النهارده كعضو عامل وعضو جمعيه عموميه، انا النهارده لما جيت اشتركت عندك في النادي، حضرتك انا ماليش دعوه، انت ما قلتليش انت حق انتفاع ولا قلت لي انت كده. ما ينفعش تيجي تقول لي انا نزعت. مفيش نادي. ما ينفعش، انت ما بقتش نادي. ما ينفعش. مفيش نادي. ما دي بقى، ما اعتقد ان بيبقى في تدخل اظن سياسي. لا بيتم تسويه الامور ما بين المحافظات وما بين ملكيه الاراضي، زي ما حضرتك قلت ان في انديه كتيره بدات تسوي امورها في طبعا وتشتري الارض اللي هي انشئت عليها. انت عارف ان ده في انديه عباره عن غرفه وصاله. في انديه عباره عن غرفه وصاله، وفي حاجات كتير نوعيه. يعني انا كمان الاتحاد النوعي، يعني انا في هناك بعض الاتحادات النوعيه. انا برغم ان انا راجل بقالي باع طويل جدا في المجال الرياضي، الا اني بلاقي حاجات مش ملهاش اي نوع من المنطقيه خالص. الموضوع محتاج تنظيم، تستيف اوراق، يعني محتاج. وعشان كده احنا قلنا ان الرياضه امن قومي، لان حضرتك كل المشاحنات اللي بتحصل دي، ما هي دي بتؤثر على الامن القومي. دكتور، بتفكر في ايه لما تلاقي لاعب مثلا قرب من المليار؟ يعني ايه بتبقى قرب من المليار والنص مليار والربع؟ بقينا دلوقتي بنسمع المليار في مصر بنسمع في مصر كلمه مليار جنيه. هو المشكله الكبرى ان ده يعني لازم يتعمل قواعد اللعب النظيف في مصر. يعني لازم يتعمل، لان لازم يبقى فيه فرق ما بين الدخل وما بين الصرف على اللاعبين. تشيلسي تغرم 31 مليون استرليني، واستون فيلا تغرم 16. ولو هو يا فندم، هو ليه ميسي ما جددش في برشلونه؟ هل برشلونه ما كانش عايز ولا ميسي ما كانش عايز؟ هما الاثنين كانوا عايزين، بس قواعد اللعب النظيف والقانون الاسباني كان عمل حاجز في الموضوع ده. فهي الفكره كلها ان انت برضو لازم يبقى فيه ليميت، انت بتعمل ايه، بتدخل كام. لكن احنا دلوقتي زي ما حضرتك بتسمع ان في لعيبه بدات تطلب في العقد مثلا في ال5 سنين مليار جنيه في ال5 سنين، يعني ما يعادل مثلا 200 مليون في السنه او اكتر، ما بين زائد الحقوق الرعايه بتاعت الانديه اللي قبلها. دكتور، وانت حضرتك من الصعيد، انديه الصعيد بتختفي ثم تعود وتختفي ثم تعود. وفي انديه، يعني مثلا احنا ليه بنقول اللعب المالي النظيف؟ انا عندي ناديين 3 4 لا يعدوا على اصابع اليد الواحده يملك انه هو يشتري. صح. نادي او 2 منهم فقط جماهيري، او اذا حددنا هنقول النادي الاهلي، ثم اذا قلنا هنقول نادي الزمالك. اذا برغم في الانديه الجماهيريه، من الانديه الجماهيريه، لكن انا عندي الشركات، الاهلي، عندي سيراميكا، عندي
دلوقتي بيراميدز دلوقتي بقى نوع من انواع المنافس القوي شرائيا طبعا، ودلوقتي بقت بطولات. ولسه واخد يعني كنا بنتكلم ان هو احتمال يشتري تقريبا من قطر حمدي فتحي. يعني لسه قريب كانوا بيتكلموا هو يمكن الصفقه، هي يمكن الصفقه بعدت. بس اللي انا عايز اقوله الى اي مدى ممكن يعني القانون ممكن يعمل ايه؟ القانون يقول للانديه استثمري، لكن كيفيه الحفاظ على ما تبقى من الانديه الجماهيريه؟ والله يا فندم هو في مشكله احنا يعني يمكن ما حسيناش بيها غير مؤخرا، هي بدات من زمان قوي، ان بدات انديه الشركات تطغى على الدوري المصري. لكن يعني كنت اتمنى ان الشركات دي بدل ما تعمل انديه ترعى انديه جماهيريه. يعني زمان لما كنا بنتفرج على الاهلي والزمالك لما كانوا يروحوا يلعبوا شبين الكوم كان في شبين، ولا يروحوا يلعبوا البلديه ولا الغزل في المحله، ولا يروحوا المنصوره ولا السويس، كنت حضرتك بتلاقي الاستاد مليان. بعيدا بقى عن اي امور سياسيه او اي احداث حصلت في الفتره الاخيره، بس حضرتك كنت بتلاقي كل الانديه ليها ظهير جماهيري زي ما بنشوف في اوروبا. ان انت حضرتك بتروح مثلا ليفربول ليه استون فيلا ليه جماهير، اي نادي كبير ولا صغير ليه جماهير وبيشجع بحراره، فتحس بالمنافسه. يمكن احنا من زمان قوي ما حسيناش بده، لان كانت الانديه الجماهيريه هي اللي طاغيه في الدوري. كان الاستثناء الانديه المؤسسات يعني بدات بانبي وحرس الحدود تقريبا كده، كانت استثناء. كان حاجه بسيطه. ده انا لما كانت الانديه العكس، كنت بتتكلم في 3-4 انديه، ولما طلعت انديه المؤسسات ولما طلعت انديه البترول والشركات. في مره من المرات كان معايا الوزير، لا كان معايا هادي فهمي اخو الوزير سامح فهمي، كان ماسك اتحاد اليد وكان كده. فبقول له انت عندكم انبي وعندكم بتروجيت وعندكم بترول اسيوط، انتوا ممكن تعملوا دوره بينكم في فتره من الفترات. النهارده بيطلع لك قوه عظمى اكتر، يعني البنك الاهلي، زد، وادي دجله، سيراميكا كليوباترا، طبعا انت بيطلع لك قوه عظمى. والمشكله ان هي برضه هيفضل الظهير الجماهيري بتاعها قليل. يعني مش ممكن قدام ما اعرفش بقى هل لو خدوا بطولات تكتسب جماهيريه. يعني بدانا نشوف مثلا بيراميدز بدا يظهر له يعني بعض المحبين او كده. طبعا النهارده هي طبيعي، بس الجماهير ما بتجيش في 10 و20 و30 و50، الجماهير بتيجي في 100 سنه. لا يعني لكن مش هتقارن بنادي زي الاسماعيلي مثلا. يعني بعيدا عن الاهلي والزمالك، حضرتك مثلا الاسماعيلي انت بتتكلم على بورسعيد، على الزمالك، على الاتحاد. انا في يوم من الايام المنصوره كنت بستنى مبارياتها. المنصوره كنت بستنى المقاولين العرب، رغم انه مش جماهيري بس كان عنده ناشئين. يعني تبص على الانديه المنصوره كانت مغزه الاهلي والزمالك بقى بكام منتخبات وكانت كاس العالم 90 يا فندم، كان في ناس من فريق المنيا، كان يعني هشام عبد الرسول كاس العالم 90 مع كابتن جوهري. يعني حضرتك بتتكلم على هشام بقى من الناس الغير محظوظه جدا، وقدره هو وصلنا وكان هداف كاس العالم، لكن اصيب في حادث ما راحش معانا كاس العالم. هي كان حضرتك تعرف ان حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك كان من منيا اساسا، منياوي، وكان احمد حسن منياوي طالب في كليه تربيه رياضيه اسيوط. تمام. يعني احمد حسن اصلا بدايته منيا من بني مزار. زيزو انا بقى احنا عندنا لاعبين كبير كانوا الصعيد، بس اللعيبه دي اشتهرت في الانديه الكبيره، لكن هشام عبد الرسول اشتهر في نادي المنيا. يعني نادي المنيا كان فرقه كبيره. شديد قناوي كان المنيا، وكان شديد لا ده هي، وكان شديد معروف. المنتخب اسمه نادي الترسانه. ترسانه يعني ترسانه كان بص كان مطلع ترسانه دوري، اول فريق من خارج القاهره يدخل ياخد الدوري، وكان الشاذلي ومصطفى رياض، كابتن ابو العز، فضل فتره كبيره هو الهداف التاريخي للدوري المصري طبعا. وربنا يشفي كابتننا الكابتن مصطفى رياض، هو خرج من مستشفى، وكان الكابتن عبد المنعم الحاج واللي هو حرب الداشوري، ربنا يشفيه. لا كان عندنا، انا خايف بعد كده لا تبقى الانديه وبعدين ما حدش بيقدر يكمل. يعني النائب محمد مصلحي كان رئيس نادي اسكندريه، قال لك لا انا مش هقدر، صح، يعني انا مش قادر اكمل. ابراهيم كامل، الاستاذ ابراهيم وكامل ابو علي، كامل انا مش قادر، بس كمل. كان قبل كده رحمه الله سيد متولي ورحمه الله عبد الوهاب قوطه، لكن الزمن ده انت كنت ممكن تعمل فريق بمليون جنيه. دلوقتي ما تقدرش عليه، بنتكلم في مليار دلوقتي، ما تقدرش. صح. انت تقدر يعني في الفتره اللي انا بقول الحاج سيد متولي والحاج عبد الوهاب
قوطه كان بمليون جنيه تعمل فريق. حصل. انت دلوقتي ممكن دلوقتي ما تقدرش تشتري لاعب بيه. ايوه فاهم صح. يعني فعشان كده بقول لحضرتك هي محتاجه اعاده تستيف اوراق. طب القانون يعمل ايه؟ او يعني انا بصراحه، ما هي الدوله مش هتقدر تدي انديه شعبيه، يعني هي مش هتقدر تصرف عليه. مش هتقدر تصرف. يعني اولا انت المفترض ان انت عندك مجلس اداره بتفكر، انا مش عايزك تكسب لكن عايزك ما تخسرش. هي الفكره كلها يا فندم كمان مصادر الدخل بالنسبه للانديه دلوقتي محتاجه. انتوا في اسيوط مثلا ايه النادي الاشهر عندكم؟ شعبي هو نادي البلديه، وهو فريق كره القدم فيه مش والشبان المسلمين. ايه مصادر دخلهم؟ مفيش يا فندم. بالدليل على عضويات كده مفيش عضويات، محلات مفيش محلات. لا هو مفيش مصدر دخل كبير للانديه دي، ودليل على كده ان حتى انديه اسيوط الناديين اللي كانوا في الفتره الاخيره اللي صعدوا، نادي اسمنت اسيوط وهو شركه مش تبعهم، وبترول اسيوط مش تبعهم، وهو يعني واخد اسم اسيوط لكن هم شركات. لكن وخلي بال حضرتك ما بيجي اساسا بيحصل ايه؟ ما بيقدروش يكملوا، وبيجوا في وقت من الاوقات بيسرحوا اللعيبه او بيبيعوها. ده كمان في مشكله اكبر، بيوقفوا النشاط. ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا لاحظتها منذ سنوات. اذا كان رئيس مجلس الاداره كروي هتلاقي الكره في النادي. بعيد عن الكره، يعني انا ليا حالتين انا شايفهم، رحمه الله عليه المهندس محمد فهيم ريان لما كان ماسك مصر الطيران، المهندس محمد صادق رجب لما كان ماسك الشرقيه للدخان، المهندس سليمان اللي هو كان ماسك شركه الالومنيوم بعد كده بقى وزير صناعه. مشي كده، جه المقاولين العرب واحد غير صلاح بيه حسب الله وغير المهندس ابراهيم محلب قلصت جميع الالعاب. يعني قصدي بتبقى حسب رئيس مجلس الاداره. فعلا يا فندم في رئيس مجلس اداره في احد الانديه في اسيوط باع اللعيب، قال لك انا مش هصرف على فرق الكوره، انا مش جاي اصرف على فرق الكوره، احنا مؤسسه انتاجيه ومش دورنا ان احنا نصرف على. ما هي دي مشكله. وباع كل اللعيبه المميزين والفرقه توقف النشاط، وبعد كده بداوا يرجعوا، بس بيرجعوا بقى دوري رابعه يا فندم انت لو وقفت نشاط سنه بتقعد 15 سنه عشان توصل ترجع تاني. لان انت بتبدا من الرابعه ويعلم بتعمل هتعرف تصعد ولا لا؟ طبعا. وفي انديه وفي حاجه غريبه جدا، يعني في نادي زي نادي الشرقيه للدخان، ده نادي معاه فلوس ولكن حاجه غريبه جدا ما تعرفش، يعني في بعض الانديه بتستغل فلوسها استغلال امثل وبتعرف تعمل. فتره من الفترات كان سموحه مع المهندس فرج عامر، دلوقتي بقى كل اللي مطلوب او كل الغايه من رب العباد ان يظلوا في الدوري. يفضل قاعد. طب ما وخلي بال حضرتك لو عديت الانديه الجماهيريه اللي موجوده في الدوري المصري حاليا، يعني اهلي زمالك اسماعيلي قاعد يا دوب، يعني كان قاب قوسين. لا ده الاسماعيلي بقت حاله صعبه جدا، حاله حزينه يعني. حاجه انا بقى اسماعيلي ده احنا كنا بنستنى مبارياته. طب هيعمل ايه؟ ما انا في حاجتين بقررهم يا دكتور، لا الميديا ولا كرة القدم على وجه الخصوص تقدر تشتغل من غير فلوس. اكيد طبعا ما تقدرش صح، لازم معاك فلوس. طب هي الفلوس هتتجاب منين؟ ما هي هل بقوانين؟ واداره المنظومه كلها محتاجه بحيث ان كل الانديه يعني تبدا تدخل دخل، واللعيبه يعني خلي بال حضرتك لما حضرتك قلت على المليار، انت دلوقتي بقى عندك صعوبه في انك تجيب واحد مميز. خلاص انا سوق الانتقالات على قد فلوسي، على قد، فبقيت بتدور على انك تبيع المميز اللي عندك عشان تقدر بفلوسه تجيب لعيبه. عايز ازيد حضرتك من الشعر، ويا ريت بتبيعه بره، يعني ده هنا بتبيعه داخلي طبعا. يعني ده انا هزيد حضرتك من الشعر بقت في انديه اكسكلوزيف، بقت انديه حصري، نادي فلان بيدي الزمالك، نادي فلان بيدي الاهلي. انا بصراحه ما شفتش احتراف ابدا كده. لا. رئيس النادي زملكاوي فبيدي الزمالك، رئيس النادي اهلاوي فبيدي الاهلي. تمام. الاهلي عمل حركه هو وسيراميكا، دلوقتي بقت في انديه درجه ثانيه او ثالثه. الاهلي انت عارف ان المسابقات كل فتره ممكن يلغي 2005 يلغي 2009، فبقى في انديه ثانيه بيدي لاعبيه ليها منه يلعب ومنه يرجع. طب ما يرعوا، يعني نادي زي اسيوط. طب انا عايز اقول على حاجه، اين رجال اعمال؟ يعني انا اقول لك على حاجتين. عندك في الوادي الجديد وانت عميد الكليه التربيه الرياضيه او العلوم الرياضيه، الوادي الجديد لم ارى له في تاريخه، ولا متهيألي انا هو ما صعدوش دوري ممتاز، ما صعدوش ممتاز خالص. بس هو في كذا صراحه، في كذا يعني في الدوريات اللي هي الثانيه والثالثه، لا في فرق كتيره، بس لان الوادي الجديد
مراكز الشباب هي هي المسيطرة. هي المسيطره يعني. ما هي ما فيش انديه في الوادي الجديد؟ لا، في نادي الخارجه الرياضي، في نادي في انديه، في انديه كانديه، لكن الوادي الجديد اكثر الفرق هي مراكز الشباب، وهي تقريبا يعني ما فيش غير القدم والطايره في الالعاب الجماعيه هم اللي فيهم. هي المساحه دي اكبر مساحه في مصر عندنا. بس المسافات متباعده يعني. مسافات انت ما بين كل واحه وواحه، او ما بين كل حوالي 200 كيلو. 200 كيلو. يعني في مثلا ما بين الخارجه اللي هي المدينه الرئيسيه او المركز الرئيسي، الشيء اللي فيها مكتب المحافظ. اللي فيها المحافظه يعني دي ما بينها وما بين الداخله حوالي 200 كيلو، ما بين الداخله والفرافره حوالي 200 كيلو. هي باريس اقرب ايه اللي واحده. تحتاج محافظه زي الوادي الجديد رياضيا؟ ده هيبقى اخر سؤال لينا. تحتاج ايه؟ محتاجه رعايه، محتاجه رجال. من مين؟ رعايه. بص يا فندم، هي انديه مصر كلها وخصوصا في الصعيد محتاجه رعايه من سواء رجال اعمال او مؤسسات، وساعتها حضرتك هتشوف انتوا عندكم مجالس الاداره بتقعد بالسنين برضو كده وما بيمشوش ولا؟ يعني لا، يعني على حسب يعني 50 سنه وانت طالع ممكن ولا يعني من 50 سنه؟ صراحه يعني هو الموضوع محتاج رعايه، لان الرياضه دلوقتي بقت فلوس، عشان كده الرياضه امن قومي فعلا يعني. كده الرياضه امن قومي، صح. توفير الفلوس ده من عنديات من الدوله ولا من عنديات مجالس لا، ما هو الدوله كانت زمان بتصرف على الانديه دلوقتي لما خلاص كانت بقى لما كانت التبعيه كلها للدوله، لكن دلوقتي الانديه المفروض بتستقل، فدلوقتي المفروض يبقى فيه طرق اخرى للدخل من الرعايات المفروض ما تخسرش على الاقل ان شاء الله باذن الله. انت نورتني يا دكتور. انا سعيد جدا ان كنت مع حضرتك النهارده يا دكتور خالد، والله ربنا يكرمك. كده انتهت حلقتنا النهارده مشاهدينا الكرام. انا سعدت بالدكتور محمد عبد العظيم. على فكره يجب ان احنا فعلا ننظر بعيدا الى انديه الصعيد والانديه اللي هي فعلا لم نسمع عنها، فيجب. بيقولوا لك ان في نادي خلاص المده بتاعته خلصت. سلام عليكم.